لو لسه بتعملي لسان عصفور شوربة بس يبقى انت فايتك الطاجن ده. طاجن لسان العصفور بكبد الفراخ من ألذ الطواجن اللي ممكن تعمليها. انا عن نفسي بحب اعمله على الاقل مرة في الاسبوع مع شوية سلطة خضراء، اكلة سريعة ومتكاملة وفي نفس الوقت طعمها حلو. الطاجن ده من احلى الطواجن اللي ممكن تجربيها، دايب ومفلفل وفيه ميكس نكهات بجد خطير. تابعوا معايا الطريقة وبجد مش هتندموا. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. انا هنا مستخدمة نص كيلو من كبد الفراخ، ممكن تستخدمي ربع كيلو لو انت عايزاه يبقى اقتصادي اكتر. طبعا كبد الفراخ مغسولة كويس قبل الوصفة، هتغسليها بالطريقة اللي انت بتحبيها وهتنشفيها تماما من اي سوائل. في طاسة على النار فيها معلقة كبيرة كده من السمنة وشوية زيت، وهنزل بكبد الفراخ على نار عالية علشان اديها صدمة وما تنزلش ميتها وتنشف مني. هفضل اشوح بقى في الفراخ لحد ما كلها تاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هبدأ ان انا اطلعها على طبق خارجي واسيبها على جنب. انا بشوحها بس تاخد لون، مش لازم ان هي تستوي معايا، هي هتكمل سواها في الفرن. في نفس الطاسة هنزل ببصلاية مفرومة في الكبة ومعاها فصين من الثوم برضو مفرومين. هنزل كمان بمكعب من مرقة الدجاج وهديهم كده تقليبة لحد ما مرقة الدجاج تسيح تماما مع البصل والبصل يتشوح وياخد لون بسيط. هنزل بعد كده بالبهارات، معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من البابريكا والكزبرة والسبع بهارات لو متوفر عندك. هنزل كمان بشوية من الحبهان، كام فص كده من الحبهان وورق اللورا. لو حابه ان انتي تخلي الطاجن بتاعك سبايسي ممكن تزودي شطه حسب الرغبه، ما بتحبيش الشطه خلاص استغني عنها. هدي بقى التوابل كده تحميصه مع البصله، وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من معجون الطماطم عشان تدي لون حلو للطاجن. هقلب برضو معلقه معجون الطماطم كده مع البصله علشان برضو تتحمص وتدي طعم حلو للطاجن. بعد كده هرجع بقى بكبد الفراخ وهقلبها في الخلطه لحد ما تختلط كويس بالخلطه الحلوة اللي احنا عملناها دي، وهسيب بقى الطاسة على جنب. وفي طاسة تانية هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة زي ما انت حابة، وبعد كده هنزل بقى بكيس من لسان العصفور اللي هو بيكون 400 جرام، وبدأت ان انا احمص لسان العصفور بالشكل ده. ما تبالغيش قوي في التحميص عشان ما يغمقش منك ويمرر. اول ما ياخد لون ذهبي كده زي ما انتوا شايفين اطفي عليه النار على طول. وفي الطاجن بقى بتاعي اللي هدخله الفرن هنزل بكبد الفراخ بالخلطة اللي احنا عملناها وهنزل عليها بلسان العصفور. بعد كده هنزل بمية مغلية، ولازم المية تكون مغلية معايا لحد ما اغطي وش الطاجن بالمية زي ما انتوا شايفين كده. في المرحلة دي هبدأ ادوق الطاجن بتاعي، لو حاسة ان انتي محتاجة شوية ملح ممكن تزودي، بس احنا حاطين مرقة وحاطين ملح فبالنسبة لي كفاية قوي كده. لكن انتي مثلا لو بتحبي حاجة مملحة شوية ممكن تزودي ملح تاني لو انتي حابة. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180، هياخد معايا نص ساعة، وبعد كده هبدأ ان انا اشيل الفويل وهسيبه كمان ربع ساعة علشان ياخد وش من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده الطاجن بتاعنا بقى جاهز، مفيش اسهل من كده. كبد الفراخ مع لسان العصفور بجد ميكس حلو قوي. الطاجن زي ما انتوا شايفين مفلفل ودايب وطعمه في منتهى الجمال. جربوه، متأكدة ان هو هيعجبكم. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.